السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن غسالة الأطباق بيكو 14 فرد البقرة 5 برامج. هنشوف معانا النهاردة ازاي نشغلها وازاي نحط الملح وطريقة تشغيلها والبرامج الموجودة فيها. هنا الغسالة أول ما وصلت زي ما حضراتكم شايفين كده مقفولة خالص من الكيس بتاعها والفل، وكمان من الأربع أجناب فيها خشب. ده طبعا بيكون مقفولة، ما تقدريش انتي تفتحيها لحد ما الفني يجي هو اللي يركبها، لأن من أساسيات الضمان ان انتي ما تفتحيهاش، الفني هو اللي يجي يفكها بإيده ويفعل لك الضمان ويركبها. لكن لما بيجي يلاقي ان الغسالة انتي فتحتيها فللأسف الضمان بيروح، وعشان كده انا سبتها زي ما هي كده لحد ما الفني جه وركبها. طبعا بتتصلي برقم خدمة العملاء وهم بيجوا في خلال يومين ويركبوها لك زي ما انتم شايفين معايا كده. هنا دي ال 14 فرد البقرة زي ما شايفين معايا. هنشرح دلوقتي البرامج بتاعتها. اول حاجة عندي هنا زرار الباور، عندي هنا دي الاوف لما هتقفليها، وهنا بعدين تختاري البرنامج اللي انت عايزاه وبعدين تدوسي ستارت وبعدين تشتغل معانا اي برنامج انت بتختاريه. تمام، وبعدين بندوس ستارت بعدين هتبدأ في ان هي ايه تشتغل. طيب دلوقتي برضو في الشرح ليها عندي كمان زرار الهاف لود. الهاف لود ده اللي هو نص حمل. النص حمل ده لما يكون عندك مش مواعين كتير وعايزه تحطي شويه اطباق صغيره مش كتير ومش عايزه استخدامها، يعني يبقى في حمل عليها، فانت بتختاري الهاف لود وبعدين تدوسي ستارت. الاول البرنامج تختاري اللي انت عايزاه وبعدين الهاف لود وبعدين تدوسي ستارت. اما نيجي نشتغل الغساله مثلا ونورت معانا، ده زرار الملح وده زرار الزيت. زرار الملح دوت اما تنور معانا الغساله معنى كده ان هي محتاجه ملح، هي فعلا عندي محتاجه ملح. وده زرار الزيت، لو محتاجه زيت برضو هتنور كده، طالما هي مطفيه يبقى هي مش محتاجه زيت. لو زرار الملح مطفي يبقى هي مش محتاجه ملح. اول حاجه كمان في الدوره بتاعتها لما تبدا هتبدا هنا اهو تعملي ستارت كده، هتبدأ في الووش، بعد الووش في الدراي، بعد الدراي اللي هو التجفيف والتنشيف، بعد كده الاند هيوصل الزرار هنا اللمبة هتبقى لونها احمر، معناها ان هي كده خلصت البرنامج بتاعها. هنيجي بقى لشرح البرامج نفسها. اول برنامج الايكو 50 دوت برنامج موفر للكهرباء وموفر للمياه على درجة حرارة 50. البرنامج ده مدته ساعتين و10 دقايق، هو برنامج طويل شوية ولكنه موفر اقتصادي. برنامج تاني برنامج ده عن درجة حرارة 70. درجة حرارة 70 دي للأطباق والأواني شديدة الاتساخ. شديدة الاتساخ اللي هي بيكون فيها زيوت ودهون كتيرة، وانتي محتاجة حاجة برنامج كويس عشان يقضي عليها على الدهون دي كلها، فانتي بتختاري البرنامج ده. البرنامج ده مدته ساعتين، والساعتين دول بيبقى على درجة حرارة 70. تالت برنامج البرنامج اللي هو كلين اند شاين. كلين اند شاين ده على درجة حرارة 65، درجة حرارة 65، والمدة بتاعته ساعتين. المدة بتاعته ساعتين برضو للأطباق والكوبايات والأواني كلها. تمام. الرابع البرنامج ده برضو نفسه هو البرنامج ده، ولكن دوت على درجة حرارة 60، وانا دايما استخدامي اليومي ليه ده لان مدته ساعة وبتخلص بسرعة، فالبرنامج ده كويس وبينظف حلو قوي برضو ولكن مدته ساعة. نيجي بقى على اخر برنامج وده مدته الميني. برنامج الميني ده مدته 30 دقيقة، يعني نص ساعة على درجة حرارة 35. دي للحاجات قليلة الاتساخ واللي انتي عايزة يعني حاطه كام حاجه بسرعه كده وعايزاهم يخلصوا، فبتختاري البرنامج ده وما يبقاش على درجه حراره عاليه. عندك مثلا حاجات ازاز، حاجات بلاستيك، حاجات بسيطه ان انتي تخلص معاكي بسرعه، فانتي بتختاري البرنامج دوت.
بعد ما بتختاري بقى طبعا البرنامج بتدوسي ستارت. ولنفرض مثلا اي برنامج من دول انت عايزه تختاريه، بس حجم الحاجه مش هتملي الغساله كلها، فانت بتختاري نص حمل. نص حمل دوت وتدوسي عليه الاول، وبعدين عشان ينور كده، وبعدين معناه ان انت اخترتي نص حمل. لو انت مش عايزه نص حمل بتدوسي عليه كده تاني ويطفي. وبعدين اهو، وبعدين تدوسي ستارت، فهتبدأ في الغسيل وسحب الميه والدراي، وبعدين الاند بقى ده هيخلص، يعني هتيجي اللمبه بتاعته هتبقى احمر، هتبقى معناها ان هي كده ايه، خلصت. ولنفرض احنا عايزين نطفي الغساله مثلا، يعني نسينا حاجه في الغساله وهي شغاله وعايزين نحط فيها حاجه بسرعه، فممكن تفتحيها عادي وهي على نفس الزرار، تفتحيها كده، تفتحي بس الباب، تفتحي الباب بتاعها وتدخلي الحاجه اللي انت عايزاها، وبعدين تقفلي عادي، فهتكمل معاكي غسيل. ولنفرض انت بقى مش عايزه، فبتقفليها كده خالص. وبعد ما تخلص وتوصل للاند، بتروحي فاتحه الباب الحبه دول كده بس، مثلا تفتحيها كده الحبه دول، هتلاقي كميه بخار رهيبه طلعت منها بعد ما خلصت. فتستني شويه، طبعا ما تقدريش تحمدي ايدك جوه لان بتبقى سخنه نار، وما تقدريش تاخدي منها اي حاجه، برضو بتبقى سخنه، فبتسيبيها شويه لمده مثلا 10 دقايق او ربع ساعه تبرد خالص. وبعد ما تبرد طبعا بتكون نشفت، لان انتي اول ما بتفتحي عليها الباب الغساله كده، بتفتحي عليها بتلاقي الكوبايات والحاجه مبلوله لسه. طبعا ما تقوليش ان هي ما نشفتش او ده عيب فيها، لا ده مش عيب فيها، طبعا كميه البخار وكميه الحاجه الموجوده فيها، الميه الموجوده فيها بتخليه لازم تفتحيها كده تتهوى شويه ربع ساعه او 10 دقايق، وبعد كده هتلاقي الحاجه كلها جفت وبقت زي الفل وهديت من السخونه اللي هي فيها. هنا دي الغسالة من جوه، اول رف ليها الرف العلوي هنا ده، ممكن نحط عليه المعالق، توقفي عليه المعالق او الشوك او اي حاجة، مثلا بالشكل ده كده، مثلا كده بالشكل ده كده تحطيها كده، تمام. معاكي رف 2 كبيرة هي، او ان انتي تحطيها بالشكل ده، تكون مثلا معاكي بالشكل ده. انا في معظم الاوقات دايما بملى هنا معالق واملى هنا معالق، هنا في الجنب ده كده والجنب ده كده معالق، تمام. لو انتي مش محتاجاهم بقى ممكن تقفليها كده عادي، ترفعيهم، ممكن ترفعيهم كده عادي وتحطي كوبايات مثلا كده اهو، توقفي الكوبايات هنا. لو عندك كوبايات كتير وعايزاها تبقى ثابته بشكل اكبر، تحطيهم هنا اهو في الحته دي كده، او هنا. الكوبايات الكبيره برضو انا بحب اثبتها هنا كده كده جوه زي ما شايفين معايا، ثبت الكوبايات كلها هنا كده كده. ممكن تكملي الصف ده كله، الصف ده كله يكمل كوبايات، او ان انت تكملي كل ده كوبايات. وممكن كمان لو عندك كوبايات كبيره يعني كتير معاكي، كملي هنا، تحطي هنا كده، تحطي هنا كده، هتكمل معاكي اهي. توسعي كده شويه وهتكمل معانا كوبايات. ولو انتي مش عايزه هنا تحطي كوبايات في هنا كده مثلا، هنحط اطقم التوزيع هنا كده بس تكون مكفيه، تمام كده اهو. اطقم التوزيع تتحط هنا اهو، اي حجم عندك، اي مقاس عندك برضو بتحطيه مكفي هنا. هنا ممكن تحطيها هنا اطقم التوزيع هنا كده بالطول، او هنا كده، تمام. او ممكن برضو انت لو مش عايزه الرف ده خالص ملوش استخدامات معاكي، وعايزه تحطي حاجه عاليه او حاجه كبيره، فبيتخلع خالص، بيتخلع خالص ويبقى فاضي، تمام. نيجي بقى على هنا، بيتحط بولات وبيتحط معاكي اطباق صغيره، يعني انت ممكن بولات زي دي كده ممكن تتحط كده معاكي. اهم حاجه بتكون، اهم حاجه تعمليها الحاجه تبقى مكفيه بوزها، يعني تبص لتحت كده ويبقى في مسافه ما بينهم علشان خاطر تنضف.
لان يعني هي مش هتاخد حاجه يعني تغسلها وترجعها، لا يعني لازم تسيب لها مساحه او مسافه، تمام، ان هي تاخد ان الميه تدخل جوه هنا ما بين الاطباق. ممكن طبعا تقللي كمان شويه لو عايزه، بس انا بوريكي مثلا ازاي الحاجه ممكن تتحط كده. او الاطباق اللي هي دي الصغيره دي برضو ممكن تحطيها اهي، بصوا تدخل عادي كده، مفيش اي مشكله خالص. كل ده بيتملى عادي، احنا مش بنسيبها فاضيه كده خالص، لازم بتتملى عادي معاكي. هنا بولات، كوبايات، زي ما انت تحبي بقى ايه اللي انت عايزه تحطيه وترصيه، ترصي على قد ما تقدري، لان دي مقاس 14 بتكفي كتير يعني. تمام، ده اول حاجه، ده اول رف فوق. تاني رف تحت موجود معانا، تاني رف معانا هنا زي ما شايفين كده معانا بيطلع لحد بره. تمام، هي بتيجي معاها الباسكت ده، باسكت المعالق، ماشي. وتحت هنا السنون دي بتتني، السنون دي كده ممكن تتني، نتنيها كده. عايزه تحطي صينيه، عايزه تحطي حله، عايزه تحطي اي حاجه تاخد يعني ما تاخد يعني تاخد مساحه معاكي، فبتقفلي كده وتحطي هنا وترصي هنا، ترصي هنا زي ما انت عايزه. هنا بقى برضو الاطباق، هنا كده الاطباق، هنا كده بيتحط الاطباق، بترصيها كده. انا استخداماتي كلها ما بستخدمش المعالق هنا، بستخدمهم زي ما انا فرجتكم فوق كده في الرفوف اللي فوق، بحط المعالق اللي انا عايزاها. لكن هنا بملاها كل دي اطباق، وهنا لو في حلل او صواني ممكن تتحط، لو ما فيش بفتح برضو السنون دي وارص فيها اطباق بالكميه اللي انا عايزاها. اهم حاجه وانتي بترصي فيها، اهم حاجه وانتي بترصي فيها زي ما شايفين معايا كده، هنا هي فيها الرشاشات، ده الرشاش. الرشاش دوت لما ترصي هنا في السله دي، يا ريت الحاجه ما تبقاش عاليه، بحيث ان الرشاش ممكن يخبط فيها فيتكسر معاكي. انتي بترصي كل حاجتك، وبعد ما بترصي حاجتك كده زي ما هوريكي كده، بعد ما بترصي بتروحي واخده الرشاش ولفاه لفه كده، تشوفي الحاجه خبط فيها ولا لا. لو خبط في حاجه بتعدليها، لو ما خبطش يبقى بتكملي عادي وتغسلي ال الاطباق بتاعتك عادي. هنا بقى كمان، هنا ده مكان المسحوق، في علامتين ممكن تحطي هنا مع اول علامه، او ممكن تكمليها لتاني علامه. لكن انا زي ما وريتكم في الفيديو اللي فات ان انا بحط معلقه واحده بس، وما شاء الله بتبقى حلوه وجميله وما فيهاش اي مشكله. هنا ده بقى مكان الزيت، ده هنا كده مكان الزيت، بتفتحي كده وتحطي هنا بالزيت، الزيت تحطيه هنا وتروحي قافله الدرج بتاعه تاني. وهنا برضو ده الدرج، بتروحي بعد ما تحطي المسحوق او الاقراص او اي حاجه زي ما هي كده، وتروحي قافلاها كده كده، قفلت. تمام، يبقى ده كده الباب من جوه، هنا المسحوق وهنا بتحطي الزيت. الملح بقى بيتحط فين؟ الملح بقى بيتحط جوه، شايفين كده. احنا بنشيل السله دي، ممكن تتشال معاكي خالص. تمام كده، احنا نعتبر شلناها اهو. ده الرشاش اللي من تحت، الرشاش ده طبعا ده رشاش تاني، وده رشاش اللي فوق، وده كده رشاش تاني اهو كده، دول رشاشين. هنا زي ما شايفين معايا ده الفلتر، ده كده الفلتر، وده مكان الملح. هنا الفلتر ده بيتشال كده كده، بيتشال عشان تنضفي جوه، تنضفي هنا كده، تغسليه كده تحت الحنفيه في الحوض وتنضفيه. ده الفلتر ده ممكن بعد كل غسله انتي تطلعيه تنضفيه. والفلتر بقى الكبير ده بيتخلع كده كده، تفكيه ويطلع كده. ده بقى برضو بيحتاج يتنضف كل شهر، كل شهر بتحتاجي تنضفيه، بس عشان السلك اللي هنا ده ضعيف، السلك اللي هنا ده خفيف وضعيف، بتنضفيه بواسطه فرشه اسنان مستعمله قديمه مثلا، او انت جديده خصصيها ليه، بتنضفيها برضو تحت الحوض بواسطه فرشه الاسنان، وترجعي تقفليها تاني، تقفليها
ولازم تسمعي التكه دي تاني اهي كده اتفتح، التكه دي تانية اتقفل، وترجعي الفلتر الصغير تاني اهو مكانه. تمام. زي ما شايفين معايا كلها الغساله من جوه ستانلس. تمام. هنا بقى مكان الملح، تفتحي مكان الملح اهو عادي، الميه اللي بتطلع دي عادي، رواسب الميه كده تطلع. هنحط مع بعض الملح، بما ان هي كانت منوره وعايزه ملح هنحطه سوا كده مع بعض. بصوا معايا هنا اهو، هي المفروض الغساله بتيجي معاها حاجه زي كده بتحطيها هنا، لونها برضو اسود، بتحطيها هنا وتحطي من خلالها الملح. للاسف انا دورت عليها مش لاقيها يعني، فانا حطيت دي كده. وهنحط الملح بالراحه. هنا انا قلبت الملح في كوبايه هنا عشان اعرف احط واشوف. بتحطي بالراحه كده وتنزل برضو، نزلي كده الكوبايه اهو موجود. وبعد ما تحطيها كده بمعلقه خشب او اي حاجه خشب لازم تقلبي الملح. هي فيها ميه، هي المفروض تحطي ميه بس هي فيها ميه. انا كده قلبت الملح. والغطا تروحي مغطيه عليه. تمام كده. بس هنرجع مع بعض السله. تمام كده السله رجعت. هنقفل الغساله. طبعا لو جينا جربنا هنلاقي لمبة الملح منورة، مش معنى كده ان هي لسه محتاجة ملح تاني، لا هي مش لما تيجي تشغليها مرة تانية الحساس بتاع الملح هيعرف ان في ملح اتحط فهتطفي لوحدها. لكن طول ما هي كده لسه ما اشتغلتش هتفضل اللمبة دي منورة. لكن لما تيجي تبدأي اي غسلة جديدة واول ما يحس ان الملح اتحط خلاص هتروح من اللمبة معاكي مطفية. هنا هنرص معاكم عشان اوريكم هي بتاخد قد ايه. بص هنا كده انا بحب احط الكوبايات الكبيره، بحب اسندها كده كده بالطريقه دي عشان تبقى ثابته ما تتحركش معانا ولا تقع. اهو كده. تمام كده. مثلا كل الكوبايات الكبيره هنشيل دول مش مهمين دلوقتي، انا بوريكم بس ان هي ممكن تاخد معانا اكبر كم موجود معانا. اهي الكوبايات دي كده. تمام. ودي كمان كده. تمام. بصوا هي اخدت معانا قد ايه. هنا اليمه التانيه هنا ممكن نكفي التوزيع، ادوات التوزيع كده. ممكن نحط واحده عكسها كده. اهم حاجه تكونوا اي حاجه حطها باصه لتحت، اهم حاجه تكون الحاجه باصه لتحت عشان الرشاشات والميه. ممكن هنا كمان احط كوبايات. تمام كده. بصوا واخدت قد ايه معانا كوبايات. الاطباق دي ممكن برضو نحطها هنا كده
هتبص لتحت، ناوليني هنا كده، بصوا هتبص هتلاقي هتاخد معانا كتير جدا اهو. بصوا قد ايه الصغيرين بس كده. تمام. هنا بقى المعالق. تمام. هنا المعالق ممكن ارصها كده، هتترص معايا كده المعالق، علشان تحت عايزين نستخدموه في حاجه تانية اكبر غير سله المعالق معانا. تمام. كل ده هيتملى هنا. بالنسبه للشوك، الشوك مش بتيجي بقى غير كده، الشوك ما بتجيش معانا غير كده. تمام. على قد بقى ما تقدري ترصي، معلقه صغيره مثلا، اي حاجه كده. هنا برضو ممكن تاخد معانا طبقين تانيين كده اهو. طبقين ممكن اخد ده عشان صغير، احط ده هنا وده هنا اهو كده. ممكن برضو تحطي تاني مثلا عندك الحاجات دي او السكاكين، ممكن تحطي واحده صغيره برضو كده في الحته الفاضيه دي هنا اهي. تمام. بس كده. وبرده هنا لو كوبايه صغيره برده ممكن تيجي هنا اهو مكانها، ممكن برده هنا تيجي كوبايه صغيره اهي، وهحط هنا مكانها كوبايه كبيره على حسب الحاجه الموجوده عندك. يعني ممكن تحطي برده هنا حاجه كده مثلا، طبق تاني كده اهو، او هنا كده طبق تاني كده. تمام. وتروحي قافله عادي. ده بخصوص اول رف. هنا دول السنون اللي بتتني زي ما وريتكم قبل كده، ان دي كده تتنيها وتحطي مثلا حلل او صواني في الوسط ده. لكن لو هنا مثلا عايزين نفتحها، هنفتحها كده مع بعض وهنحط فيها اطباق. اهم حاجه الاطباق تكون معاكي باصه لتحت كده، باصه لجوه. هنرص اطباق كده لجوه معانا. تمام. الاطباق دي كمان كده. هنرص اطباق على قد ما نقدر. شوفوا معايا خدت معانا لحد كام طبق. تمام. معايا بصوا اطباق قد ايه. تتحط لو عندك عزومه مثلا، فدي هتكفي معاكي لحد قد ايه. تمام. انا بحط فيها جميع انواع الاطباق، حتى الميلامين برضو بيطلع فيها جميل زي الفل. تمام. لو مثلا عندنا اللي بنقطع عليها الخضار برضو ممكن نحطها هنا، ممكن تحطيها هنا كده. لو صينيه او طبق برضو ممكن يتحط هنا. تمام. هنا بقى زي ما وريتكم الاطباق كلها اهي. الرشاش بقى، نيجي نشوف الرشاش. بعد ما رصيتي حاجتك وكل حاجه تمام، هتشوفي الرشاش هتلفيه لفه كده. طالما معاكي
مشي عادي كده يبقى تمام مفيش حاجه. ولنفرض حطيتي حاجه تانية مثلا كده وجيتي تلفي الرشاش، يعني كانت حاجه عاليه جيتي تلفي الرشاش مش هيلف كويس. يعني لو حاجه عاليه شويه مثلا كده، مثلا حاجه عاليه، جبنا حاجه عاليه شويه اعلى نجربها. لو نفرض مثلا حطيتيها كده وجيتي تلفي الرشاش، يعني المقصود ان حاجه ما تبقاش كده عاليه معاكي كده، تبقى العاليه معاكي كده والرشاش معاكي كده، فطبعا هيبقى صعب ان هو يتحرك. لازم الحاجه تكون واطيه معاكي شويه، ما تبقاش الحاجه كمان فوق بعض عشان تنضف. ما تحطيش الحاجه فوق بعض وتكون مداريه على بعض، لازم الحاجه تكون في مسافه ما بينها، في مسافه كده عشان الميه تدخل جوه هنا كده ما بين كل طبق والتاني وتنضفه. دي لو حبينا كلها تبقى كلها اطباق زي ما شايفين معايا، لو حبينا انها كلها تبقى اطباق زي ما شايفين معايا، ممكن برضو تحطي حاجه هنا اهي توزعي كده وتحطي صينيه تانية كمان هنا في الحته دي ممكن تيجي. هنشيل بقى الاطباق دي ونجرب نحطه حلل مع بعض. هنا مع بعض هنجرب بقى ان احنا نتني الصالون دي عشان نحطه حلل. طبعا هي مش بتاخد حلل ألمونيوم، الحلل اللي تحطيها يا تبقى جرانيت يا تبقى ستانلس، وممكن تيفال، ولو ان بعض الاحيان بيقولوا ان التيفال بيقشر. وادي حله تانية كمان اهو كده، خدت حلتين معانا. ممكن كمان تاخد غطا للحله ادي غطا اهو، ممكن كمان نحط غطا جوه، غطا تاني، غطا كمان. تمام كده احنا حطينا يعتبر اطباق وحلتين وغطاين. هندخلها برضو جوه كده مع بعض ونجرب الرشاش. هناخد الرشاش كده ونلفه لفه، لازم يلف معاكي لفه كامله عشان تعرفي ان هو مش بيخبط في اي حاجه. يبقى كده احنا هنا رصينا حلتين على حسب بقى احتياجاتك، عندك صواني عندك حلل عندك اي حاجه. ولو اني انا بنصح برضو ان بلاش الجرانيت يدخل الغساله، لان هو سهل التنظيف، يعني انت ممكن تحت الحنفيه في حوض المطبخ بيتعمل حلو قوي ومفيش اي مشاكل، يعني مش هيستدعي ان انت تدخليه غساله الاطباق. في بعض الاحيان يعني عشان ممكن يقشر منك كده بسيط او يطلع لونه يغير شويه. الافضل ان انت تعمليه في الحوض تحت الحنفيه احسن. برضه اهو هندخلها ونلفها لفه كده وزي ما شايفين معايا لفه كامله. يبقى انا عندي فوق اخدت كل الكميه دي من الاطباق والحاجه، وبرضه هنا كملنا تحت حاجات تانية. بالنسبه لرص المعالق في السله بتاعتها الخاصه بيها، انت عندك اختيارين، ممكن تحطي كده المعالق كده في كل حاجه، كل فتحه من دول ممكن تحطي. انا عندي الشبك بس عريضه شويه، ففي بعض المناطق بتتحط فيها والبعض التاني لا كده. تمام بس حطيت كده هنا ترصيها تمام كده ترصيها هنا. عندك الخيار ده، يا اما ممكن تعملي حاجه تانية، ممكن تفتحي دي عادي كده وتحطي المعالق والشوك والحاجه كلها كده من غير ما تحطيها من جوه كده اهو جنب بعض كلها هنا كده. تمام كده اهو، اي حاجه عندك عايزه تحطيها ممكن تحطيها بالشكل ده. يبقى انت عندك يا الشكل ده هتحطي وترصي حاجه فيها، يا اما هتحطي بالشكل ده، هتسيبي ده كده او هتحطيهم كده بالشكل ده. لو عندك حاجات عايزه تحط كده اهو كده فهتحطي بالشكل ده. طبعا انا منصحش انك تحطي حاجات خشب. الخشب للاسف بيحصل له كده، يعني ما بتفضل بيشرب ميه كتير، ومع السخونه والحاجات دي بيغير لونه.
فالخشب ما انصحكيش تحطي فيها اله خشب. بالنسبه للسيليكون عادي ممكن يتحط فيها اي حاجات سيليكون، بتحطيها عادي بتستحمل الحراره، بس تكون الحاجه نوعيتها كويسه. وزي ما قدمنا لكم دلوقتي الريفيو عن غسالة الأطباق بيكو 14 فرد، وازاي طريقة رصها وطريقة استخدامها وطريقة البرامج بتاعتها. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.